بيبدأ الفيلم بولد اسمه أندي، وهو بيلعب بالألعاب بتاعته زي أي طفل عادي. وبيبان إن أندي بيفضل يلعب بلعبة اسمها وودي عن كل الألعاب بتاعته. وبيفضل أندي يلعب مع وودي وهو فرحان جدا ومبسوط لحد ما مامته بتنادي عليه علشان يساعدها في تحضيرات حفلة عيد ميلاده. فبيمشي أندي وبيسيب وودي، وساعتها بيتحرك وودي وبيطلع إن هو عايش، وكمان بتتحرك كل الألعاب. وبنعرف ان كل واحد فيهم بيقدر يتحرك ويتكلم كمان، لكن بيمثلوا على الأطفال انهم مجرد ألعاب. وودي بيعمل اجتماع لكل الألعاب وبيقول لهم ان هم لازم ياخدوا بالهم من بعض كويس علشان لما يجوا ينقلوا البيت الجديد محدش منهم يضيع. وبيعرفهم ان النهاردة هيبقى عيد ميلاد أندي. فبتتضايق الألعاب لأنهم بيبقوا خايفين إن الهدايا اللي هتيجي لأندي يبقى فيها ألعاب جديدة، وساعتها أندي مش هيلعب بيهم تاني لأنه هيبقى مشغول باللعب الجديدة. وودي بيهديهم وبيقول لهم إن أندي هيفضل يحبهم ويلعب بيهم مهما حصل، لكن بيقلقوا أكتر لما بيشوفوا أصحاب أندي وهم جايين ومعاهم هدايا كتير. وبيطلب وودي من اللعبة اللي على شكل جندي يروح هو والجنود اللي معاه علشان يشوفوا الهدايا فيها إيه. وفعلا بتروح الجنود وبياخدوا اللاسلكي معاهم وبيستخبوا علشان محدش يشوفهم، وبيراقبوا كل الهدايا وهي بتتفتح، وبيبلغوا وودي في اللاسلكي ان كل الهدايا ما فيهاش ألعاب. فبيطمنوا كلهم، لكن فجأة بتقدم الأم هديتها لأندي. وقبل ما وودي يعرف ايه اللي جوه الهدية، الديناصور بيوقع اللاسلكي وبترجع كل الألعاب لمكانها لما بيسمعوا صوت أندي طالع على السلم. وبيدخل أندي هو وأصحابه الأوضة وهم مبسوطين جدا. وكمان أندي بيرمي وودي من على السرير وبيحط مكانه اللعبة الجديدة، وبيخرجوا كلهم من الأوضة. ولما وودي بيشوف اللعبة الجديدة بيلاقيها لعبة رائد فضاء، واللعبة دي بتتصرف على أساس إنها رائد فضاء فعلا، وكمان في مهمة رسمية. وبيكلم الوكالة وبيقول لهم إن السفينة بتاعته تعطلت وهو موجود على كوكب مجهول. وودي بيتكلم معاه وبيرحب بيه وبيعرفه إن دي أوضة أندي، لكنه بيبقى مشغول وبيحاول يضربه بالليزر اللي ما بيبقاش شغال أصلا. بعد كده رائد الفضاء بيقوله إن هو اسمه باز يطير، وبيعرفه إن هو في مهمة رسمية علشان ينقذ المجرة، لكن وودي ما بيبقاش فاهم هو يقصد إيه. وبتيجي باقي الألعاب وبترحب بباز يطير وبيتعرفوا عليه، وبيندهشوا كلهم من الأزرار الكتير اللي موجودة عند باز، واللي كل واحد فيهم بيعمل حاجة معينة. وبيتريقوا على وودي لأنه ما عندهوش أي حاجة من الحاجات دي. وبيروح وودي وبيقول لباز إن هو أخد مكانه لأنه لعبة أندي مفضلة. فباز بيقوله إن هو مش لعبة وإن هو رائد فضاء، وكمان بيوريله الأجنحة بتاعته وبيقوله إن هو يقدر يطير. فودي بيتحداه إن هو يعمل كده، وفعلا بيطير من على السرير وهو بيقول إلى لا نهاية وما بعدها، وبيتزحلق وبيتعلق في السقف. بعد كده بيرجع للسرير تاني. فودي بيقوله إن ده مش طيران، ده اسمه وقوع بشياكة، لكن كل الألعاب بتبقى فرحانة بباز ومهتمة بيه. فبيقول وودي لنفسه إنه هو لعبة أندي المفضلة، عمر ما أندي هيستغنى عنه علشان لعبة رائد فضاء زيه. لكن بتعدي الأيام وأندي بيلعب بباز وبيهتم بيه أكتر من وودي، وكمان بيعلق صوره في كل مكان في البيت، وده بيخليه يغير من باز أكتر لأن أندي ما عادش مهتم بيه زي الأول. وبالليل أندي بيحط وودي في صندوق الألعاب وبيخلي باز ينام معاه على السرير. وتاني يوم الصبح بيروح وودي يتخانق مع باز لأنه أخد مكانه، وبالصدفة بيفتح الخوذة بتاعته. في البداية باز بيبقى فاكر إن هو هيموت، لكن بيكتشف إن الهواء مش ملوث زي ما كان فاكر. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، ولما بيبصوا من الشباك بيشوفوا ولد صغير جارهم وهو بيمسك الألعاب وبيفجرها. وبيقول وودي لباز إنه دايما بيعذب الألعاب، وإن أحسن حاجة لهم إنهم ينقلوا من البيت ده بعد يومين. ولما أندي بيبقى بيلعب بوودي وباز بتيجي مامته وبتعرفه إن هو لازم يجهز علشان هيروحوا يتعشوا في مطعم البيتزا، وبتقوله كمان إن هو هياخد لعبة واحدة بس معاه. ولما وودي بيسمع الكلام ده بيفكر إزاي هيتخلص من باز علشان هو اللي يروح مع أندي، وبيستغل إن باز بيساعد لعبة وبيحاول يوقعه ورا المكتب، لكن الخطة بتفشل وبتقع اللوحة على مجسم الكرة الأرضية اللي بيوقع باز بره البيت. وساعتها كل الألعاب بتلوم وودي لأنه السبب في اللي حصل، لكن وودي بيحاول يشرح لهم إن هو ما كانش يقصد كده خالص، بس محدش بيصدقه وبيهاجموه. وبيجي أندي وبيدور على باز لكنه مش بيلاقيه، وساعتها بياخد وودي وبيروح يركب العربية، لكن باز بيبقى لسه عايش وبيلحق العربية قبل ما تمشي. ولما وصل لمحطة البنزين بينزل أندي من العربية
وبيروح باز لوودي اللي بيفرح جدا لأنه لسه عايش، وبيعتذر له على اللي هو عمله. لكن باز بيهاجمه وبيخرجوا من العربية وهما بيتخانقوا. وفجأة بيرجع أندي ومامته للعربية وبيسيبوا باز وودي في الشارع وبيمشوا. فبتتضايق وودي جدا لأنه بقى ضايع ومش هيقدر يرجع للبيت تاني. وبتيجي عربية كبيرة فبيستخبى هو وباز تحتها علشان محدش يشوفهم. وبيروح يلوم باز لأنه هو اللي خرجهم من العربية. وبيتعصب عليه باز وبيقوله إن المجرة كلها في خطر بسببه، لأن في شخص معاه سلاح خطير جدا وممكن يدمر العالم لو هو ما منعهوش. فودي بيزعقله وبيقوله إن هو مجرد لعبة أطفال مش رائد فضاء. لكن باز ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبالصدفة بيشوف وودي عربية رايحة لنفس محل البيتزا اللي أندي فيه. فبيرجع لباز وبيقوله إن هو لقى مركبة هتوصلهم الفضاء. وبيقنعهم باز زي الأهبل بكلام وودي. وبيروحوا ويركبوا العربية اللي بتوصلهم لمحل البيتزا، وبيقدروا يدخلوا للمكان وهم مستخبيين في علب الأكل. وبينبهر باز جدا لأنه بيبقى فاكر إن هو في محطة فضاء، لكن المكان بيبقى مجرد صالة ألعاب الفيديو. وبيقدر وودي إن هو يوصل لأندي، وقبل ما باز يروح له بيسيبه وبيركب في صاروخ بتاع الألعاب. وبيقرر وودي إنه يروح وراه لأنه لو رجع من غير باز الألعاب مش هتصدقه. وبيدخل للصاروخ وبيحاول يقنع باز إنهم يمشوا قبل ما حد يجي ياخدهم بالخطاف. وفعلا بيجي جارهم الولد اللي بيعذب الألعاب وبيحرك الخطاف وبياخد باز وكمان وودي وبيحطهم معاه في الشنطة. وبيرجع على البيت بتاعه اللي هو جنب بيت أندي. ولما الولد بيدخل البيت بياخد اللعبة بتاعت أخته وبيجري وبيدخل أوضته وبيمثل إن هو دكتور وبيعمل للعبة عملية وبيركب لها دماغ ديناصور. ولما وودي وباز بيشوفوا اللي حصل للعبة بيخافوا وبيترعبوا جدا. وبيروح وودي علشان يفتح الباب لكنه بيبقى مقفول، وبتيجي الألعاب اللي الولد مبوظها. فبيخاف وودي من شكل الألعاب المرعبة وكمان لأنهم بياكلوا البلاستيك. في الوقت ده بيرجع أندي للبيت وبيبقى حزين لأنه مش لاقي وودي ولا باز. فمامته بتواسيه وبتقوله إن هو بكرة هيلاقيهم موجودين في العربية بتاعتهم. وتاني يوم الصبح بيستغل وودي وباز إن باب الأوضة مفتوح وبيحاولوا يهربوا، لكن بيلاقوا إن الكلب نايم على السلم. وبالغلط بيخرج وودي صوت وبيصحى الكلب، فبيجري بسرعة وبيحاولوا يستخبوا منه. ولما الكلب بيمشي باز بيشوف إعلان في التلفزيون للألعاب اللي شبهه، وبيفهم الإعلان ده إن هو أفضل لعبة رائد فضاء وكمان ما بيقدرش يطير. وبيتصدم أكتر لما بيعرف إن في ألعاب كتير زيه، وبيفتكر الكلام اللي وودي قالهوله وبيزعل جدا لأنه بيبقى فاقد الأمل. وده بيخلي الألعاب تفهم إن وودي بيكذب عليهم. وبيرموا الحبل وبيسيبوه وبيمشوا وبيقفلوا الشباك. وفجأة بتتجمع كل الألعاب حوالين باز علشان ياكلوه. ولما وودي بيحاول يساعده الألعاب بتاخد دراع باز وبيصلحوه. فبيفهم وودي إن الألعاب دي مش شريرة ومش بتاكل البلاستيك، وإنها بتحاول تساعدهم زي ما ساعدت اللعبة اللي الولد بوظها. وفجأة بتخاف الألعاب وبتستخبى لما بيسمعوا صوت الولد. وبيستخبى وودي تحت سلة على عكس باز اللي بيبقى رافض إن هو يتحرك من مكانه. وبيدخل الولد الأوضة وهو معاه صاروخ الاحتفالات وبيحاول يدور على وودي علشان يربطه فيه، لكنه ما بيلاقيهوش. فبيضطر إن هو ياخد باز وبيربطه في الصاروخ، وكمان بيحط صندوق على السلة اللي وودي مستخبي فيها. وبيقرر الولد إن هو يفرقع الصاروخ بكرة لأن الجو النهاردة بيمطر، وبيظبط المنبه علشان يصحى بدري. فبيستغل وودي إن الولد نايم وبيحاول يخرج من السلة لكنه ما بيقدرش. فبيطلب من باز يساعده، لكن باز بيبقى حزين وبيقوله إن هو مجرد لعبة ما يقدرش يساعد حد. فبيرد عليه وودي وبيقوله إن هو يكون مجرد لعبة مسؤول عن إسعاد طفل أحسن بكتير من إن هو يكون رائد فضاء. وبيقوله كمان إن أندي بيحبه أكتر منه لأنه عنده أجنحة وليزر. وبيحزن وودي وبيطلب من باز يسيبه ويهرب، لكن باز بيساعده وبيزق الصندوق وبيخرج من السلة. وفجأة بيرن المنبه وبيصحى سيد من النوم وبياخد باز وبيخرج من الأوضة علشان يفرقع الصاروخ. ولما وودي بيحاول يخرج بيلاقي الكلب مستنيه، فبيقفل الباب وبينادي على كل الألعاب علشان تساعده. في الوقت ده أندي بيبقى حزين وبياخد كل الألعاب بتاعته علشان هيسيبوا البيت ويمشوا النهاردة. أما وودي بيبقى جمع كل الألعاب وبيعملوا خطة علشان ينقذوا باز، وبيخلي الراجل والبطة يروحوا يضربوا الجرس، وبيخرج الضفدعة من الأوضة علشان الكلب يجري وراها ويخرج برا البيت. وساعتها بيخرج وودي وباقي الألعاب من الباب التاني، وبيروح وودي علشان يساعد باز، لكن الولد بيشوفه وبياخده وبيحط معاه كبريت علشان يشويه. لكن وودي بيتكلم معاه وبيناديله باسمه، وساعتها بتبدأ كل الألعاب تتحرك وبتحاصر الولد اللي بيخاف وبيترعب. وودي بيتحرك وبيقوله إن هو ما يبوظش الألعاب تاني. بعد كده بيجري الولد وهو خايف من كل الألعاب، وودي بيحرر باز
وبياخدوا علشان يروحوا لأندي، لكن ما بيلحقوش العربية اللي أندي فيها، بس بيقدروا يوصلوا للعربية اللي فيها العفش. وساعتها بيشوفهم الكلب بتاع الولد وبيطاردهم وبيمسك وودي، بس باز بينط من العربية وبيهاجم الكلب، وبيفتح وودي عربية العفش وبيبدأ يدور في الكراتين وبيخرج كل الألعاب، وكمان بياخد العربية اللي على شكل لعبة وبيرميها من العربية علشان يساعد باز. وفعلا بتوصل العربية لباز وبيقدروا يهربوا من الكلب، بس باقي الألعاب ما بيبقوش فاهمين اللي حصل وبيرموا وودي هو كمان من العربية. فبيركب وودي مع باز على العربية الصغيرة وبيجروا بسرعة علشان يرجعوا لعربية العفش. ولما بتشوفهم الألعاب بيفهموا إن وودي ما كانش بيكدب عليهم وبيحاولوا يساعدوهم، لكن العربية الصغيرة بتفصل شحن وبتقف في نص الشارع، وساعتها بيولع وودي عود الكبريت علشان يولع الصاروخ، لكن بتيجي عربية تانية وبتطفي النار. فبيحزن وودي جدا لأنه مش هيقدر يرجع لأندي تاني، بس بتجيله فكرة وبيستغل الخوذة بتاعت باز وبيولع الصاروخ اللي بياخدهم وبيطير بسرعة كبيرة جدا، وبيوصلوا لعربية العفش وبيرموا العربية الصغيرة هناك وبيطير الصاروخ في السماء. وساعتها باز بيفرد جناحه وبيتحرر من الصاروخ اللي بينفجر، وبيفرحوا جدا لأنهم لسه عايشين، وكمان لأن باز قدر يطير لأول مرة. فباز بيقوله إن ده مش طيران، ده اسمه وقوع بشياكة. وبيرجعوا للعربية بتاعت أندي اللي بيفرح جدا لما بيشوفهم تاني. وبعد سنة بتبقى كل الألعاب فرحانة بعيد ميلاد أندي وبيبقوا متحمسين علشان يقابلوا الألعاب الجديدة. وبكده بيخلص الجزء الأول من كرتون حكاية لعبة. لو عجبكم الملخص قولولي في التعليقات، وأنا مش هطول عليكم وهنزل لكم الجزء التاني بسرعة.